ازاي نعرف لو علاقتنا بالاكل علاقة سلبية او علاقة كويسة؟ في حاجات للاسف ناس كتير قوي بتعملها وبتفتكر انه هي كده علاقتها بالاكل كويسه. اوكي، انا اول حاجه هتكلم على الحاجات او العادات اللي بتوري انه علاقتنا بالاكل مش كويسه. لو احنا عندنا هوس بالسعرات الحراريه او بنعد كل سعره حراريه بناكلها، ده اول حاجه تبين ان احنا علاقتنا بالاكل مش كويسه. لو انا بمنع فود جروبس او عناصر غذائيه معينه او اساسيه حتى من الاكل بتاعي، خصوصا النشويات والدهون والبروتين، وانا كده بفتكر ان انا كده باكل اكل صحي، دي تاني علامة انه علاقتي بالاكل مش كويسة. لو انا مش فلكسبل، يعني مش مرنة حوالين الاكل، بمعنى ايه؟ لو انا عندي رولز كتيره قوي، يعني مثلا انا ما باكلش غير مشوي، ما باكلش غير مسلوق، ما باكلش غير حاجات قليله الدهون قوي، ما باكلش غير انواع خضار معينه، وما باكلش حلويات. فلو انا اتحطيت في مكان ما فيش كل الحاجات دي، ممكن ما اكلش، يبقى انا كده مش مرنه، يبقى بالطريقه دي انا علاقتي بالاكل مش كويسه. وحاجه كمان، لو انا عندي خوف من ان انا ازيد في الوزن بطريقه يعني كبيره قوي، او بطريقه اوبسيسيف شويه، او ان انا يبقى اروح اوزن نفسي كتير كذا مره في اليوم، كذا مره في الاسبوع، ان انا دايما على دايت او دايما بحاول ان انا انزل من الوزن بتاعي، فبالطريقه دي علاقتي بالاكل هتكون مش كويسه. كمان عادة الأشخاص اللي علاقتهم بالأكل مش كويسة، علاقتهم بصورة الجسد بتاعتهم أو البودي ايمج بتاعتهم كمان بتكون مش كويسة. كل دي علامات تبين لي إن علاقتي بالأكل مش كويسة. أوكي، دلوقتي خلينا نشوف لو حد علاقته بالأكل كويسة يعني إيه، أو إيه العادات اللي هو بيعملها. عشان علاقتي في الاكل تكون كويسه، لازم اكون بتبع حاجه اسمها الاكل بطريقه طبيعيه او الانتويتيف ايتنج. يعني ايه؟ يعني انا باكل وانا جعانه وبوقف وانا شبعانه. اوقات كتيره قوي هاكل عشان انا متضايقه، او ان انا زهقانه، او ان انا حتى الاكل طعمه حلو، ولكن مش هاكل لدرجه تخليني مش قادره ان انا اتنفس، او لدرجه تكون مش مريحه بالنسبه للشبع. ما عنديش مشكلة في أنواع الأكل اللي أنا باكلها، يعني باكل من كل حاجة، أو عندي فرايتي أو عندي تنويع في كميات وأنواع الأكل اللي أنا باكلها. لما بكون حاسة ان انا مثلا محتاجة اكل، مش بخاف ان انا ازود كمية في الاكل، ما بحسش بالذنب لما باكل، ما عنديش obsession او ما عنديش هوس بان انا اخسس. علاقتي كمان، انا زي ما قلنا ان احنا يبقى في flexibility او ان انا ابقى مرنه. لو انا بفضل انواع معينه من الاكل، بس انا اتحطيت في حته ما فيهاش الانواع دي وانا جعانه، فهاكل عادي، مش هحس ان الدنيا باظت.